السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من حلقات بودكاست إضافة. ضيفتنا دربت أكتر من 100 CEO وقدمت أكتر من 2500 ساعة لشركات ومديرين حابين يطوروا من نفسهم ومن التيم بتاعهم. ضيفتنا فاوندر اند مانجنج بارتنر في برايت فيلدز. ضيفتنا هنتعلم منها ازاي نتعامل في الشغل مع البيرز ومع الناس اللي بنديرها ومع الناس اللي بيديرونا. ضيفتنا فاتن العياش. وتشوزينج not to choose is still a choice. هي بركز عليها كتير منيح عشان تعرف ده مربوط بايه بالظبط. هل انت ما ترقتش في الشغل عشان السكيلز بتاعتك فعلا، ولا عشان انت عندك اتيتيود مش مظبوط؟ لما انت تبث فير او خوف للموظف، انت شغلت له فعلت له هيدي الاميجدلا وذس صار اوف لاين بس لانه لويل لمديره. فينا اشياء ممكن هيك تخض الناس شوي، واي ثينك مهم نخضهم شوي عشان هيك نفيق على وضعنا، لانه عم نبعد كتير عن نفسنا. اهلا فاتن. شكرا كتير يا احمد، كلك ذوق. نورتينا. نورك، شكرا. خلينا نبدا بسؤال: ليه في ناس شاطره لكن الكارير جروث بتاعها قليل، مش بتوصل؟ حلو هيدا السؤال. هلا شوف، ككوتش ومآمن كتير بهالكوتشنج موداليتي، بآمن انه كل شخص هو resourceful, creative and whole. يعني عنا كل الموارد جواتنا. ربنا من أول نهار بحياتنا عطانا كل شيء نحن بنحتاجه من موارد، من creativity، كل شيء موجود جواتنا. هلأ ليش الناس تتطور أسرع من الناس؟ ممكن اللي بشوفه إنه الأشخاص يلي هي high achievers للأسف بتآمن، وهذا الشيء عم يتغير hopefully يتغير أسرع، بتآمن إنه الشغل أو الوظيفة هي اللي رح تحكي عنهم. فأنا مش بحاجة أحكي عن شغلي لأنه وظيفتي رح تحكي عني. بس بالحقيقة هيدا الشيء ما بيصير ولا رح يصير. وبحاول دايما نذكر ماي كلاينتس وقربها على family relationships. يعني احنا بالبيت في حب، بأي بيت hopefully، ما فينا نقول بأي بيت، بحب انه اتفائل وقول انه بكل بيت في حب. صحيح. وفي different siblings، في الاخوان والاخوات عم يلعبوا مع بعض وكلهم الاهلون بحبون قد بعض. ما في انا وبعرف ما ممكن حب ابني اكثر من بنتي او العكس. بس بهيدا الوقت، بنفس الوقت، يعني فيها بس الموضوع انه صح في حب، بس بنفس الوقت في ولد بيتميز عن ولد تاني بشو بياخد بآخرة النهار. هيدا برأيي الولد يلي مصر determined انه ياخد اللي بده اياه ويحصل اللي بده اياه، بالنهاية بياخد المتطلبات تبعوله. الولد يلي ممكن انه اوكي بيعديها، مش حياخد اللي بده اياه. هيدا بالبيت اللي في حب. فما بالك بالشغل ما في حب. بالشغل في انت شاطر بشطارته، يعني بدك تفرجي انك انت شاطر وبدك تحكي عن شطارتك لحتى الناس تشوف هيدا الشيء. فبرأيي في ناس اسرع من ناس بانه، وانتبه اللي عم يوصلوا usually to the top مش معناتها عم بيكونوا هن اللي the most proficient، واللي هن اللي بيكونوا بيحكوا أكتر. صح. هن اللي بيوصلوا. فندعي كل الناس هلأ إنه ما تنطر إنه الشغل أو الوظيفة إنه تحكي عنهم. they have to self-promote. their work will never promote for them. طيب هنا نرجع لحتة تانية. الشخص مفروض يكون aware بنفسه أو عارف نفسه كويس، ولا إيه الأول؟ read the room، ولا تبقى aware أنت فين أصلا من اللي حواليك؟ حلو، كتير حلو هيدا السؤال أحمد. أنا برأيي المتواضع جدا، أهم شيء وأول شيء لحتى نقدر نقرأ to read the room، نقرأ أنفسنا أول شيء، ونعرف شو هن التريجرز تبعولنا، ونحن what motivates us و what demotivates us، وبيسحب لنا كل طاقتنا لتحت. فأكيد self awareness أنا بالنسبة لإلي، ونعرف حالنا كتير يعني أهم شيء وأهم يمكن من ما نقدر to read the room. لأنه إذا ما عنا هيدا self awareness، أنا برأيي ما رح نقدر to read the room. أوكي. في ناس بتبقى hard workers
وفي ناس بتشتغل سمارت. الهارد وركرز دايما بيكون شايف ان هو ممكن يكون اتظلم لو هو جنب السمارت، الشخص اللي بيشتغل سمارت. هو منين يبدأ يعرف ان هو لا ماشي غلط؟ حاول ان انت تظبطها بطريقة تانية. keep working hard، بس محتاج ان انت تعدل البوصلة بتاعتك شوية. right. فالسؤال انه كيف فينا نحسس الشخص يلي working hard انه it's okay، هيك قصدك؟ لا، ازاي الشخص اللي هو بيشتغل hard worker ازاي افهمه ان you are doing well بس انت مش قادر توصل لي اللي انا محتاجه؟ هلا ما هو اذا نحن هون بننطلق لانه اوكي انا بدي اعرف what is the outcome. اوكي. فاذا الاوتكم معتمد على اشياء انا ما عندي اياها I need to ما كسر راسي لحالي فيها. اوكي. لانه sometimes هول الهارد وركرز لانه بياخدوا كل شيء على عاتقهم طبعا. بيقول لك انه انا بدي اتعلم تكود وبدي اتعلم هاي وبدي اتعلم هاي، والشخص السمارتر هو استعان بوسيله ولا بتكنولوجيا ولا بصديق صح. ولا بوات ايفر. صح. فهو الشطاره هون انه to ask for help. يعني part of us انه نحن قلت لك we are all resourceful creative and whole. part of us انه نحن resourceful انه نعرف امتى نسال for help. اوكي. وهذا الشيء اللي كمان للاسف الناس كتير ما بتعمله لانه بيجي موضوع الايجو. انا دايما اي سي او اي كلاينت اشتغلت معه، اليوم كان عندي ويبينار الصبح، دايما شغلي اول ما ابتدي باي workshop أو coaching session بنقول is it okay to let your ego out at the door and come with an open mind. للأسف الإيجو لما يجي بيسكر دنينا، بنبطل نسمع، بنبطل نشوف. فهيدا الهارد وركر it's important إنه ما يخلي الإيجو إنه أنا بدي أطلب مساعدة. اوكي. لا it's part of يعني ما فينا نعيش لحالنا. مش هقلل منه خالص. وماما معلمتني الله يطول لي بعمرها انه ايد وحده ما بتزقف. فانه نتعاون، ربنا عطانا ايدتين. so it's okay to ask for help. مش هيقلل منه ابدا. بالعكس حيصير سمارتر كيف يخلص شغله. في موديل انت بتحبي تتكلمي عنه وهو neurological levels of change. I love it. هيدا مش بس بحب احكي عنه. ممكن تعرفينا؟ هيدا it's an NLP model by روبرت ديلتس. هلا انعمل قبله بس روبرت ديلتس اذا بدك وظفه لحتى نحن نشتغل فيه. ليش بحبه؟ لانه change is a constant in our life و change is every day every time. يعني نحن مش هلأ مارقين بفترة change is always there. It's a constant. فالناس دايما بتلوم. هو كتير سهل علينا نحن to point fingers ونقعد بخانة الفيكتيم ونلوم انه انا مسكين، انا ما عندي هيدي الاوبورتونيتيز يلي احمد عنده اياها، وبالتالي اذا انا رحت على غير محل انا رح اخذ هاي الاوبورتونيتيز. فهو هيدا neurological levels of change بيفرجينا. هو مثل هرم، بيبتدي أول شيء بالenvironment يلي هي البيئة يلي نحن فيها، بيئة العمل أو بيئتنا الشخصية. بحبه لأنه بيشتغل على الاثنين، كان بالwork place أو on a personal level. اللي بعده هو الbehavior أو السلوك. and every level من اللي رح أقولهم هلأ impacts change in a way. so أول شيء environment, behavior, skills and capabilities, البيليفز، المعتقدات اللي عنا، والايدنتيتي اللي هويتي. شو بيقول لك اينشتاين؟ بيقول لك اينشتاين we cannot solve a problem at the same level that created the problem. يعني نحن إذا عنا مشكلة ما فينا نروح ونجي نجرب نحلها على نفس الليفل اللي إجا من وراها البروبلم. we have to look at the levels above. يعني إذا عندي مشكلة بالenvironment ما في إجي لوم الenvironment إنه هي المشكلة بالenvironment وما أطلع على my behaviors. my skills، شو هي القدرات والإمكانيات اللي عندي يمكن لازم أضيفها لإلي، أو البيليفز أو المعتقدات اللي لازم غيرها they're not supporting me now.
أو بالأخير الايدنتيتي. سو بيشتغل هيدا الموديل من تحت لفوق وفرم توب تو بوتوم. يعني كمان هويتي بتغير من معتقداتي، بتغير من السكيلز تبعولي، بتغير من السلوك، وبتغير آخر الشيء البيئة. فكيف بنستخدمه لهيدا الموديل؟ هلا إذا مثلا قلت لك حدا عم بيقول أحمد محظوظ وأحمد عنده هيدا البودكاست وأنا مسكين ما بقدر أعمل بودكاست. أوكي. وأنا بس غير بلد أو روح على غير محل أنا رح أقدر أعمل بودكاست. فنجي نطلع المشكلة هي عم تقول إنك بالبيئة أنت ما عندك هيدا البيئة اللي أحمد عنده إياها. كتير سهل نلوم البيئة. بدنا نجي نطلع على behaviors. أول شيء السلوك تبعي، شو جربت أنا أعمل so far لحتى يكون عندي بودكاست؟ شو العلاقات اللي بنيتها؟ شو الاستوديوز اللي برمت وشفت إنه بقدر أنا تصور فيها ولا لا؟ أوكي. هاي أول شيء البيهيفير، السلوك تبعي أنا بهالبوزيشن. ضروري أنا قبل ما أفكر غير بلد أو غير مؤسسة غير السلوك تبعي. بيرجع السكيلز. شو هي القدرات اللي أنا لازم نميها؟ لازم نمي إنه أنا كيف صير متحدث، كيف نقي الضيوف تبعولي، فكر بشو السكيلز اللي لازم ضيفها لإلي، شو النتوركينج سكيلز، شو الكومبتنسيز اللي لازم نضيفها لإلي، شو المهارات اللي لازم ضيفها. المعتقد، البيليفز، الليفل اللي بعده، المعتقد إنه أنا مسكين. يعني إذا أنت عندك إنترنت وقادر تشوف أحمد عنده بودكاست على الإنترنت، فمعناتها أنت كتير محظوظ أكتر من كتير عالم. يعني دايما بقول نحن عددنا يمكن 500 مليون شخص أو 600 مليون شخص من 9 بليون بالعالم يلي كان come closer to our goals وفينا نحقق الاشياء. فشو هيدا المعتقد إنه أنا مسكين وما بقدر؟ وآخر شيء هويتك، مين عم بتكون أنت بهيدي الخانة الفيكتيم. فإذا بدي غير، أنا بدي غير هولي، وبعدين إذا غيرت كلهم وستيل ما قدرت أعمل بودكاست، ممكن ساعتها الحل الوحيد إنه أنا غير البلد مثلا. أوكي. أو let's say عندي أنا بيئة عمل سامة، البيئة سامة والسلوك تبعي أنا إنه مثلا سامة كيف مديري prioritizes discriminates أحمد علي. اوكي. احنا بنشتغل بمالتي ناشونال كومباني فيها بوليسيز وجايد لاينز وبروسيجرز انه discrimination cannot be there. اوكي. فانا سلوكي بهيدي الشركه انه انا بضل ساكته لانه عندي معتقد انه ما هي هيك ومديري وشو بدي اعمل ولازم اتعامل مع كده. اوكي. ليجي نهار بقرر انه انا خلص طفح الكيل وما بقى رح ضل بهيدي المؤسسه لو شو ما كان. شو ضمني إذا أنا رحت على غير مؤسسة وما تعلمت how to speak up وغيرت الكارنت behavior تبعولي وغيرت ضفت على السكيلز تبعولي وغيرت المعتقد، شو ضمني إن ما يطلع لي مدير أسوأ؟ طبعا. أكيد. هلأ في ناس ممكن تطلع وتسمع وتقول إنه بس في أمرار الموضوع فعلا من البيئة، بس مش دايما البيئة هي المشكلة، تصرفاتنا بهاي البيئة. عشان هيك بحبوا لهيدا الموديل اوف تشينج. إذا المشكلة بالبيهيفير، أنا بحكي مع حالي بطريقة كتير نيجاتيف، أوكي، لازم بدي أطلع على البيليفز، على المعتقدات. أنا من وين جاي بفكرة إنه أنا I'm not good enough، وغير هيدا المعتقد لأقدر غير البيهيفير. كتير سهل أجي لكلاينت قل له come on stop talking to yourself like this وما بيسوى هيك وغير كلامك. سهل الكلام، بس بدنا نروح على الأعمق، على الليفل الأعلى. وبيقول لك أينشتاين كل ما نعلل، يعني كل ما التشينج يكون على ليفل أعلى كل ما يصير التشينج أصعب. فإنه البيئة سهل تتغير، أقل حاجة ممكن إيه، بس إنه أنا غير هويتي هي الصعبة، لأنه هويتي هي أنا كل عمري 45 سنة عم هاي هويتي، فكتير إجي صعب غيرها. وفي ناس كتير بتغير من هويتهم لحتى يوصلوا اللي بدهم إياه، لأنه in this new chapter in their life هيدي الهوية يلي هو مثلا بيستحي أو بيخجل يطلب، أو هاي ما فيك تكون CEO مثلا وأنت تكون
تستحي او يعني اذا انت صح. بدك CEO صح. بدك to build those صح. skills along the way وتغير الهوية تبعتك. طيب لو تسمحي لي اعيد الكلام اللي انت قلتيه Yes. بطريقه تانية. اول حاجه انا حابب بس ان احنا نتفق عليها ان انت مش هتكون في مكان مرتاح قوي الا في الجنه ان شاء الله. صح. دي اول حاجه نتفق عليها. Yeah. الانفايرمنت هي من ابسط الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها. الفكره ان انت عندك اكتر من ليفل انت محتاج ان انت تبص تفهمه عليهم وتشوفهم exactly عشان تعرف ده مربوط بايه بالظبط. هل انت ما ترقتش في الشغل عشان السكيلز بتاعتك فعلا، ولا عشان انت عندك اتيتيود مش مظبوط، ولا عشان هي الانفايرمنت فيها مشكله. فانت محتاج ان انت الموديل ده هو بيعرفك الليفلز كلها او كل العوامل اللي حواليك اللي انت مفروض ان انت تتعامل معاها. مظبوط كده؟ رايت 100%. في شغله كنت بدي اقولها ونسيتها هلا انت عم تحكي. اتس اوكي هلا بتجي. هي مشكله الناس ان هي دايما بتفكر ان الانفايرمنت هي اكبر مشكله بتقابلها في الحته دي. هلا تذكرت شو كنت بدي اقول لك، انه الانفايرمنت ممكن توكسيك 100%. ما انا ليش ماي ميشن ببرايت فيلدز انه تو كرييت بوزيتيف ورك بليسز، لانه there's lots of toxicity in the workplace, we know that. And at the same time the importance of taking ownership. ما نلوم كل شيء على الانفايرمنت. At the end of the day أحمد كلنا عنا choice. مظبوط. We always have a choice. وتشوزينج not to choose is still a choice. هي بركز عليها كتير منيح. منفكر انه نحن ما عنا choice، بس اذا فعلا البيئة كتير سيئة وعم بتأثر على صحتك please leave this environment. يعني نحن الناس لما بنفكر انه ما عنا choice مثل كأنه عم نقصقص جوا نحن بإيدينا. عنا choice. اعتقد فكره ان احنا نسيب الانفايرمنت دي في حاله ان البليفز بتاعتنا بتتعارض تماما مع الانفايرمنت اللي احنا فيها. البيليفز وممكن كمان هي اكيد على مستوى البيليف و it's not in line with our values وهي، بس فينا to leave الانفايرمنت قبل ما تأثر على عم اقول لك على نصير نحن bitter. اوكي. يعني في ناس لانه الموضوع سام بهالمؤسسه بيصيروا هن اشخاص سامين. ما تخلي هيدا الشيء يغيرك. اوكي. فينا نطلع من الشركه قبل ما نصير نحن ناس مش منيح. طيب انت دربتي مديرين كتير، وانا في ريل منتشره الفتره دي حابب اسالك في المحتوى بتاعها. في حد اسمه كيفن أوليري، ده اللي هو في موجود معروف بمستر واندرفول. مظبوط. وشارك تانك. الراجل ده كان بيتكلم عن ستيف جوبز. وكان بيتكلم ان هو كان رود جدا، حتى في وصفه ليه كان رود جدا. صح. في التعامل مع الموظفين. لكن هو بيشوف ان دي الفترة اللي هو اتعلم فيها فعلا، والفترة اللي هو بيحب ادارته برغم الجانب التاني منها. ازاي اميز بين الديماندنج مانجر وبين التوكسيك مانجر في الحتة دي؟ That's a very good question. شوف أنا سمعته لكيفن كان عم بيقول إنه he really learned a lot من ستيف جوبز لأنه كان هالقد قاسي. شوف اللي بيفرق التوكسيك بوس عن الستريكت بوس إذا بدك أوكي. هو الانتنشنز تبعوله. هل الانتنشن هو عن جد؟ يعني شوف that's a very good question. عم تخليني أفكر كتير. كل واحد عنده بالنهاية بالنسبة لإلي اشياء خطوط حمراء. حلو قوي. right. مظبوط. بالنسبة لإلي let's say الخطوط الحمراء هي respect. اوكي. إذا أنا ما أخذت الريسبكت اوكي it's a red line بالنسبة لي. it's a boundary no one can cross. اوكي. فإذا أنا هيدا المدير كان strict بس respectful in the sense of ما عم يجي يهيني مثلا ويصرخ whatever، بس ممكن strict بي ما فيك تاخدي هلا اجازه لانه بدنا 1 2 3 أوكي. بس انه ما صرخ علي ما هيدي انا بالنسبه لي خط احمر.
I won't work there. بس بهاي I understand إنه هو الانتنشن تبعولته إنه نخلص الشغل. So I think what differentiates بين التوكسيك والستريكت بوس حتى ما نقول رود هو يعني الانتنشن وشو الخطوط الحمراء بالنسبة لإلك. I hope جاوبتك على هذا السؤال. جاوبتيني. هي الفكرة ان احنا هو مدير حاسم ولا مدير بيتعدى بالكلام. فهو صح. لو هو حاسم انت هتشوف الفرق، واعتقد ان انت بيبان عليك حتى في الكارير بتاعك انت بتكبر معاه اظن. لو انا مش غلطان في ده يعني. صح لانه في فرق كتير كبير، وفي ناس كتير يعني بتغلبت بين هالمصطلحين اللي هو الاسيرتيف والاجريسيف. Emotionally intelligent leaders are assertive. Okay. They are very clear in what they want. Never aggressive. ما بيصرخ وبيعيط وبيبهدل هيدا المدير اللي بيصرخ. These are emotionally unintelligent, not intelligent leaders. Emotionally intelligent leaders هن الأشخاص اللي assertive but never aggressive. So I think that's what differentiates. قديش عندهم هيدا الايموشنال انتليجنس، قديش بيوصلوا المعلومه بطريقه او التاسك بطريقه assertive من ما تكون aggressive. That's a good point I think. حلو قوي. تفتكري انا مفروض اتعامل مع الناس كلها نفس الطريقه؟ هو انا احمد مع ده انا احمد مع ده انا احمد بنفس هلا شو الفاليوز تبع هيدا الشخص؟ again نرجع للفاليوز. بس كل إنسان له مفتاح. حلو 100%. أنا عندي بالتيم كل واحد I treat them differently لأنه simply each person comes with their own conditioning, with their own beliefs, with their own behaviors. بس الفاليو هي وحدة يلي هي الفيرنس and respect مثلا. حلو. Okay. لا I think we need to tone أو tune into the person that we are talking to بطريقة التعامل. حلو قوي. بشوف ان الشخص اللي شايف نفسه victim ده اصعب شخص ممكن ان هو oh my God. يتقبل التغيير، او ان هو دايما بيبقى شايف المشكلة مشكلة environment، مشكلة اللي حواليا. انا ما عنديش مشكلة. في نصيحة للشخص ده ازاي as soon as possible؟ عم باخد نفس عميق لأنه هيدي أصعب شخصية. هلأ مش أصعب شخصية، النارسيسيستس يمكن بعد أصعب، بس شخصية الشخص الفيكتيم يلي قاعد بخانة الضحية كل الوقت. I cannot do X because of Y. poor me attitude. مسكين أنا، حرام. بليز نصيحة، بليز اطلع من هيدي الخانة لأنه عم بتقصقص جوانحك بإيديك. ربنا عطانا جوانح ما تقصهم بإيديك. في always solutions. فالنصيحة أنه ما فينا نقعد بهيدي الخانة. we need to take ownership. وهيدا اللي بيرقي الناس. أوكي. مستحيل ترقي شخص عنده خانة الضحية. صح. ومصيبة إذا ترقى وكان مدير. صح. He will never has your back as an employee. صح. He will never support you لأنه simply he is من جوا إنه مسكين أنا. سو أنت بتتوقع إنه عادة المدير هو اللي يعني عندك ظهر مثل ما بقول. صح. He will never support هيدا الشخص لأنه so please نطلع من خانة الضحية، ناخد ownership. ربنا عطانا كلنا نفس العدد نيورونز، بس دماغنا هو ان اون ديماند اورجن. شو يعني بنستعملها نستفيد منها، ما بنستعملها بتروح. صح. You know that's why it's a beautiful neuroplastic brain. بيتغير منه سيمنت، مش بطون. صح. هو فلكسبل. بنروح على الجيم بنقوي العضلات تبعنا، ما بنروح على الجيم نرجع على سكوير زيرو أول ما نرجع من الإجازة إذا ما تمرنا مثلا بالإجازة. فخلينا يعني نستعمل دماغنا لصالحنا. دماغ الفيكتيم عم يستخدمه لضده. أوكي. مش لصالحه. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الاونرشيب في موديل الاس او اس ده انت بتحبي برضه تتكلمي عنه. فعرفينا عليه اكتر كده.
حلوين أسئلتك يا أحمد، شكرا. شكرا لك. ال SOS هو موديل that I launched and trademarked لبرايت فيلدز بآخر 2025. and هلا I'm working with organizations on how to build an SOS culture. ليش انبنى هيدا ال SOS موديل إذا بدك؟ لأنه كيف ال SOS يلي هي like save our spirits أو urgency to save humanity. This came as an urgent mandate إذا بدك to really reimagine leadership. حلو. لأنه كل شيء حوالينا تغير، كل شيء من تكنولوجيا كل شيء تغير، بس the way leaders still lead is still the same للأسف. فخلص it's about time إنه ما بقى ندرس about leadership ونبلش نشيل العقد اللي ربينا عليها بموضوع الليدرشيب. أول عقدة أو المث يلي منقولها يلي هي الأس، أول أس stands for safety، أو هي الأونرشيب، مشان هيك كنت عم تسألني عنها، والأس الثاني هي seeing everyone as a star أو strengths، يعني looking at the strengths of the individual. فأول عقدة بدنا نطلع منها يلي هي safety. الناس مفكرين إنه safety هي the absence of threat، إنه بالمؤسسة إذا ما في threat، إذا الموظفين عم يشتغلوا مع بعض ما طالع صوتهم، الأمور ماشية في silence فيها، that's safe. بس الحقيقة safety is the presence of connection. أنا إذا in my nervous system from a nervous system point of view إذا ما حسيت I'm safe to open up and talk to you، رح كون قاعدة إنه مستحيل كلمة تطلع مني. صح. right. so هاي أول شغلة، إنه we need to really reimagine leadership بهاي الطريقة and start looking at what can we do to our employees. شو فينا نعمل لموظفين تبعونا to create هيدا الconnection. how to connect to the people. نحن منقول الجنة من دون ناس ما بتنداس. صح. صح. صح طبعا. فتخيل أنت بمؤسسة بتتوقع innovation و creativity بس ما عطيهم هيدي السيفتي صح، الأمن اللي يتكلموا فيها ما بتزبط. مستحيل تطلع بنيو ايديا وانوفيتيف ايدياز وكرياتيفيتي اذا هو عارف انه ممكن اذا انا اقترحت هالايديا وكلفت المؤسسه مصاري معناتها انا صرت نايم برا الشركه. فكتير صعب نتوقع انوفيشن يلي كل الشركات تتواصل يعني بتطمح لها وعندهم اياها از فاليو مثلا، ونحن مش مأمنين البيئه. اول شيء اللي هي السيف environment يلي هي to celebrate mistakes. مش بس نقمع المستيكس، ما هي كلنا بنعرف، كل إنسان بيعرف بهالدنيا إنه نحن بنتعلم the best من أخطائنا. شمعنا هلأ بالمؤسسة ممنوع نعمل أخطاء؟ ما إذا أنا بتعلم من أخطائي how about we celebrate أخطائنا؟ you know. هاي أول تفضل كان عندك احنا السيفتي. قبل ما هتنقل على النقطة التانية هحاول ان انا انقل لك وجهة النظر التانية اللي ممكن تضايقك اصلا. بس احنا بنشوف ناس كتير شايفة ان هو ممكن يطلع من الموظف بتاعها افضل ما عنده، بان هو يديله حتة خوف كده، ان هو على فكرة انت يعني ما مش ضامن نفسك. انت مش ضامن نفسك هنا. فقولي لي رأيك ده بيعمل ايه في شوف رح نحكي علم، رح نحكي نيورو ساينس وساينس. الفير شو بيشغل بدماغنا؟ بيشغل part of our brain هون بالليمبيك سيستم اسمها أميجدالا. هي غدة صغيرة منسميها لما يكون في فير منقول الأميجدالا is hijacked. شو معنى hijacked؟ يعني لا سمح الله طلعنا بطيارة وخطفوها للطيارة، بنقول الطيارة is hijacked. حلو صح؟ بارت الثاني من البرين يلي آخر شيء وصلنا له through evolution يلي وصلنا له يلي هو هيدا البارت يلي اسمه البريفرونتال كورتكس أو اللوجيك برين أو بنسميه الإكزيكيوتيف برين. حلو أوكي. لما تبث دي الحته التنفيذيه في المخ، هيدا تحذ اكزاكتلي، هيدا اللي بياخد قرارات، هيدا اللي بيعمل لوجيك. حلو قوي. اوكي. لما انت تبث فير او خوف للموظف
انت شغلت له فعلت له هيدي الاميجدالا وذس صار اوفلاين. بطل اكتف، بطل اونلاين، صار اوفلاين. فانت كيف بتتوقع انه واحد لما يكون خيفان ياخد better decisions او يصير يفكر بكرياتيف سولوشنز للمشكله اللي عندك اياها هلا بالشغل؟ انت ما ممكن من الفير يطلع كرياتيف سولوشنز. يمكن هلا ممكن حدا بيقول لي بس ما هي الحاجه ام الاختراع، وانا لما كنت خايفان اخترعت شيء. ممكن، بس the level of creativity in finding solutions بيطلع من our prefrontal cortex. فكتير مهم نشغل هيدا البريفرونتال كورتكس، واكيد ما بيشتغل مع الفير. يعني لما واحد بيطلع اونلاين تاني يكون اوفلاين. فلحتى نخفف الفير بدنا نزيد السيفتي. حلو قوي. نروح على الاونر شيب. قنعتك ولا ما قنعتك؟ لا جدا. اوكي. هلا عن جد مش من عندي ولا العلم من عندي، اتس ريسيرش يعني. اتس بروفن انه we really need this prefrontal cortex to take decisions. انا كمان لو هكمل على كلامك في الحته بتاعت ان انت لازم تغلط. انت لو ما بتجربش حاجه جديده مش هتكبر. كشركة حتى لازم بتجرب حاجات جديدة، فبتجرب 4-5 بتقع في 3، بس الاتنين اللي اتعملوا هيعملوا فرق. فانت كويس جدا ان انت تغلط، بس تغلط for the right reason للحاجة الصح لو انا مش غلطان يعني. yes look at نوكيا وبلاك بيري وشوف وكومبيرد لستيف جوبز والابل مثلا. حلو قوي. غيروا كتير لحتى وصلوا where they are. وهونيك قرروا ما يغيروا and they are out of business. وكتير شركات هيك you know. فهاي أول شيء. بالنسبة للأونرشيب كتير مهم ما نقعد بخانة الفيكتيم as مديرين as leaders as قادة وناخد ownership for everything. ما شفت مدير أو قائد شاطر والناس بتحكي فيه وبتحلف فيه وهو شخص مش اخد ownership of their inner world. هو مش شخص self aware. ما ممكن. ليش؟ لأنه كمان المثل اللي بدنا نطلع منها إنه great leaders are not triggered. يعني they stay calm وما بعرف شو. الرياليتي إنه الموضوع مش بالتريجر. التريجر وهي قلتها وقتها إنه هي عبارة عن إذا بتطلع على أي weapon، التريجر حجمها هالقد من المسدس let's say. أوكي. حجمها هالقد من المسدس هاي، والتريجر تبع المسدس هاي. أوكي. فبدل ما نقضي كل حياتنا نحن عم نفتش على هالتريجر، شو حكي أحمد تو تريجر مي، وشو ساوى إكس لحتى يزعلني، وشو هاي. let's look at أنا شو حاملة. حلو قوي. شو الاميونيشن، شو الاكسبلوسيف اللي انا حملته معي. أوكي. ليه؟ لانه التريجر ما ممكن يشتغل الا اذا في شيء جواتك يعني they hang up to. حلو قوي. شو معنات هيدا الحكي؟ اذا جيت هلا قلت لك احمد اعذرني يعني انه شعرك لونه اخضر، you will not be triggered لأنه صح. عارف تماماً إنه يا أما فاتن عيونها بهون شيء أو لازم تروح تجيب نظارات جديدة. مزبوط. totally you're not triggered. بس إذا جيت قلت لأي شخص you know اليوم سألت سؤال مش كتير منيح أو سؤال غبي أو whatever وهو عنده 1% doubt about شك exactly about، هون رح يلقط التريجر ورح يقول المشكلة بفاتن was very impolite. فإتس really important to take ownership. فهون الانفيتيشن للليدرز to take ownership of their inner worlds، لأنه نحن we don't see، ما منشوف العالم مثل ما هو، منشوف العالم من اللينس تبعنا. حلو you know. هلا عندك بودكاست أحمد وإن شاء الله بصير the best podcast worldwide. أوكي. في ناس رح تحب كتير البودكاست وفي ناس حتقول you know الحطب هون موقعه مش منيح. صح. في ناس حتقلك you know أنا بشكره لأحمد استضافني بس الكرسي منا مريحة. هو نفس الشيء، كل واحد عم يخبرك من وجهة نظر وكيف هو شايف الدنيا
you know. صح. it's important to start cleaning our inner world حتى نشوف الناس والعالم بطريقة نظيفة، لأنه our inner world من ساعة اللي خلقنا we were conditioned، تربينا على أسس وعلى قصص يمكن مش كتير مزبوطة هلأ. صح. فشغلتنا to take care of this inner world، وبشوفها أنا إذا بدك از مراية، المراية يلي ملطخة بكتير conditions، شغلتنا ننظف هالمراية. and that's why it's important to work inwards. وهون بتجي السلف awareness للليدرز. هول الليدرز اللي بيشتغل معهم اللي عن جد they are really self aware عم يشتغلوا every single day. إذا مؤسساتهم ما دفعت لهم هن بيجوا لحالهم and they invest in themselves, you know. so it's really important to take ownership of our inner world اليوم قبل بكرة، ونطلع من خانة الفيكتيم، ونطلع من خانة إنه التريجر هي تريجرني وشي تريجرني. لا، شو حامل أنت؟ أنا بشوف إن أنت أصلاً بتريح نفسك جداً لو أنت حاولت تركز في اللي جواك وتحاول إن أنت تظبط البوصلة بتاعتك في إن أنت تشوف الأمور بالشكل الأفضل. حقيقي قبل ما بتريح اللي قدامك أنت بتريح نفسك الأول 100%. كان حد بيدي مثال حلو قوي في الموضوع ده، إن أنت لو راكب عربية وحد وراك بالكلاكس بتاع العربية عمال بيعمل كتير، فأنت ممكن تفضل تشتم وتقول ايه البني ادم ده وايه ده، وممكن تقول اكيد مسكين عنده حاجه. exactly. رايح المستشفى، رايح exactly. في فرق 180 درجه بين انت اصلا بقيت عامل ازاي في التعامل مع الموقف. 100%. وهي very nice example وتذكير للناس انه الناس الدنيا متلانه عن جد. صحيح. يا ريت نصير نشوف الناس كناس، مش نحط كل الجادجمنت عليهم. يلي عن جد يلي عم بيزمر بالسيارة وحاطط ايده على الكلاكس يمكن لترلي عنده حالة طارئة بالمستشفى بده يروح لعندها. طيب انا كنت فاكر ان الاونرشيب هي مش بس ان انا اتحكم في العالم الداخلي جوايا، لكن كمان ان انا لما يكون في حاجة في الشركة، لما يكون في تاسك، لما يكون في حاجة، مش بطلع حجج، مش بطلع مبررات كتير ان هي ليه ما تتعملش، او ان انا اخليها امط في الاحداث. بشوف ان ده بيعطل ناس كتير. صح. فهل الاونرشيب جزء منها هي الحتة اللي انا بتكلم فيها دي؟ absolutely to take ownership and to start doing what you can do, what's in your control، من ما انه نحن ننطر غيرنا او نحط obstacles along the way انه لا مش حتزبط. اوكي. ممكن قبل ما نروح ل seeing everybody as a star اسالك في حته بتجمع بين الاونرشيب وبين السيفتي في وقت الازمات او الانسرتينتي. المديرين او الناس اللي فوق بتبقى واخده على نفسها عبء كبير جدا. صح. فهل الشركه مكمله؟ هل احنا بنقابل مشاكل ممكن نكات كوست؟ هل احنا فازاي يقدر ان هو ياخد اونرشيب، يكيب ات سيفتي او يكيب ات سيف، وفي نفس الوقت يموتيفيت الناس في حاجه زي كده؟ هل ان هو يبقى صريح اصلا بالوضع الكامل ده الافضل؟ هل ان هو يحميهم من ان هو يعرفهم ايه اللي حاصل ده الافضل؟ شوف، بالليدرشيب انا بآمن بشغله، وكتير اكيد ماي كلاينتس بيسمعوني كتير بقولها، انه clear is kind, unclear is unkind. انا مع الكلاريتي بالتعامل. ليش؟ لانه بتريح الشخص اللي مقابلك. هلا في فرق بين تبث رعب بالموظفين وفي فرق انك تقلن الخبر مثل ما هو بطريقه انه we need to work even further مثلا هالفتره. حلو. right. لانه بالعواصف يلي هي الانسرتينتي، اوكي، اذا كان عندنا شجره مثمره شو اللي بيوقع أول شيء؟ الورق الثمار نفسها، ولا الثمار اللي عم تخرب، البايظة السليمة. أوكي. exactly. فإذا أنا خايفين على شغلي، وهي كتير عم بسمعها هالفترة لما I'm meeting the people طبعا. إنه how about you start investing in yourself هلأ، وتفرج مديرك إنك you are taking ownership إنه this
is something you need to do, this is something I will do. وترجع تحط فيتامينات بهالشتل أو الشجرة اللي عم تهر طبعا. فمع الكلاريتي أوكي ومع الترانسبيرنسي، لأنه الترانسبيرنسي بيولد تراست طبعا. بموضوع الترانسبيرنسي الشفافية I am aware. ما أنا نفس الشيء عندي بالشركة أوكي عندي هيدا التيم، يمكن أمرار ما بقلن كل شيء بس ما بكذب عليهم. أوكي. ففي فرق بين يعني في فرق بين ترانسبيرنسي ونكذب عن الناس، وفي فرق بين عرفت so it's really important انه اوكي في امرار بالترانسبيرنسي في اشياء بنخليها لنا that's fine as مديرين، في اشياء بنخليها لنا بس ما نكذب عليهم انك انت مش ضامن نفسك. فينا نجي نقول لهم انا شايف انه في changes happening، how about we كلنا نشد our seat belts ونبلش نشتغل فالأسلوب كتير بيفرق طبعا. والمدير إذا كان كلير بيريح كل الناس حواليه طبعا. يعني في عندي example من في كتير restructuring قبل ما صارت الانسرتينتي هلأ بموضوع التكنولوجي، وهي شافت she's a country manager، شافت إنه في تغييرات عم بتصير، she knows it، التيم تبعها doesn't know. So she started sharing إنه أنا I advise you to your job is for now safe and at the same time مش غلط to start having interviews. لما اجى الريستراكتشر كان كل واحد منهم لقى شغل. Okay. So we can share. على فكرة دي مش سهلة أبدا. طب هقول لك ليه مش سهلة. حسيتك أخذت نفس عميق. مش سهلة للسبب هو صدر. في فكرة إن هو عايز إن هو يطلع أفضل حاجة عنده للشغل، وفي مشكلة تانية إن هو لو دماغه راحت الانترفيوز ما عادش مركز في الشركة، فالترانسبيرنسي أو الشفافية اللي حصلت ممكن تكون شوية I'm not challenging، بس أنا بحاول أوريكي. لا بالعكس please challenge me. بحاول أوريكي الجانب التاني إن الشفافية ممكن معك حق إنه صار بطل باله على الشغل، بس ما هون مدير الشاطر بيخليك يضل إنه yes I'm aware you are getting interviews and at the same time you are accountable. We hold people accountable. Okay. إنك to deliver. Okay. So لأنه في هالصراحة من الأول إنه start looking okay they will be loyal لهيدا المانجر. صح. لأنه كان صح. واضح معهم أو صح. كانت واضحة معهم. حقيقة أعرف أمثلة كتير لناس بتشتغل مش بقول إن 12 ساعة ولا 16 ساعة حاجة صح في الشغل، صح. بس في ناس كتير بتشتغل حبا في مديرها لفترات طويلة جدا. بس لأنه لويل لمديرها. بالزبط. ما هيدا هون الليدر الشاطر، إذا بدنا نطلع على الليدرز والكلمة التانية followers. صح. الليدرز عن جد بيخلق followers that are loyal to them، فبالسراء وبالضراء بتلاقيه إنه هو معه. فهي كتير مهم إذا نحن we want to build positive workplaces إنه نخلق هيدا الليدرز. حلو قوي. طيب seeing everybody as a star. seeing everybody as a star هيدي آخر بارت من الموديل يلي هي seeing everyone as a star، جاي من البوزيتيف سايكولوجي، من العلم النفس الإيجابي. حلو. أينشتاين صاحبنا شو بيقول؟ بيقول إنه everybody is a genius. حلو. Okay. And if you judge a fish for not being able to climb a tree, it will stay its whole life thinking it's stupid. يعني كل الأشخاص هي عباقرة. صح. بنظره. بس إذا جينا حكمنا على سمكة مش قادرة تطلع تعربش على شجرة، حتفكر إنه هي غبية كل حياتها لأنه ما قدرت تطلع على الشجرة، بس هي مش شغلتها تكون على الشجرة، مش مكانها تكون على الشجرة. صح. everyone is a star and as leaders our job is to help them shine. كل واحد عنده طاقات، فخلينا نحن كمديرين نعرف كيف نطلع هالطاقات من هالشخص. من أحمد حيطلع طاقات غير من فاتن، غير من إكس، غير من واي. أوكي؟ بس المدير الشاطر حيعرف يطلع هاي الطاقات من كل شخص فينا لحتى كلنا to shine at the end of the day.
في أشخاص بيقولوا لك مستحيل few people are stars. So شو المسج اللي عم نوصلها للمديرين التانيين أو الأشخاص التانيين؟ إنك أنت ماشي، فاللي عم يحصل الكوتشنج ولا اللي عم يحصل الاوبورتونيتيز ولا اللي عم بيحصل الهاي هون الهاي بوتنشال امبلويز. هاي بوتنشال الناس اللي فيها فرص. طب ما كلهم فيهم بوتنشال اذا حطيتهم بالبيئه الصح. مزبوط صح. مزبوط. فممكن هاي الاشخاص يلي خلص احكمنا عليها انه ما رح يطلع منها، ممكن اذا حطيناها بغير ديبارتمنت صح تأبدع. للأسف الأشخاص هن نفسهم ما بيطلبوا يروحوا على غير ديبارتمنتس وبيصيروا عم بيمصوا دمها للشركة بالتوكسيستي ولا النيجاتيفيتي تبعهم، لأنه غيرهم مش شايفهم as a star. ونحن كل واحد فينا، أنا وإنت وأي شخص بهالدنيا، عنا نيد وحدة يلي to be heard and seen. فإذا أنا I'm not heard and seen وبس شايفين زميلي، فأنا رح صير بخسم. صح. how about نغير هيدي النظرة ونشوف everyone as a star ونحطهم at the right. في شيء اسمه job crafting، نخلق jobs لهالpotential اللي موجود هون. اعتقد هنرجع تاني لنفس النقطة اللي انت بدأتيها من الاول، ان انت لو شايف نفسك ضحية محدش هيشوفك ستار، وهتفضل انت اللي بتخنق نفسك بنفسك 100%. هتأذي كمان اللي حواليك بالاتيتيود ده، وبتأذي الشركة طبعا. يعني في كتير ناس بعرفهم بيقول لك الحمد لله انه فنشوني بعد فترة. أول شيء بيكونوا زعلانين، بعدين بيقول لك الحمد لله إنه فنشوني، هلأ I am blooming, I'm prospering, I'm thriving بهاي المؤسسة. طب ليه نطرت لحتى يفنشوك؟ ما أنت you know you're not getting the respect that you want, you can find somewhere else. إذا رجعنا أيمنا بحالنا. في كتير عالم بيقول لك الجوب ماركت is down، مستحيل لاقي شغل، وبنفس الوقت أنا وإنت هلأ في حدا عم يمضي نيو جوب كونتراكت. صح. الكلام ده لو الرزق في ايد الناس. exactly. طيب خليني أسألك حاجة تانية. تفتكري التعامل الأول ممكن نقولهم مرة تانية؟ الS safety, ownership, seeing everyone as a star. إذا we really want to reimagine leadership as leaders, we need to create safety for the employees. السيفتي مش هو إنه physical threat، ما في physical threat، في emotional threat. we need to نطلع من هيدا fear of judgment fear of failure. كم idea موجودة بأدمغة الناس ما بيقولوها out of fear of judgment. صحيح. دايما بيكون عنا أفكار بنقول لا ما رح أقولها لأنه بلكي طلعت غلط، فعم نحكم على حالنا you know. So creating safety for their employees, taking ownership of their inner worlds and بث هيدي الاونرشيب بالتيم تبعنا. واخر وحده to see everyone as a star، لانه فعلا everyone is a star, everyone can shine if you unlock that potential in them. هكمل على كلامك في الحته اللي انت قلت فيها ان شخص بيقول الحمد لله ان هم مشوني والحمد لله ان انا رحت مكان تاني. احنا عندنا في مصر في جمله كده مشهوره قوي يقول لك انا ما اقطعش رزق حد. الجمله دي بدأ ناس كتير توعي ان هي مش اصح حاجة. صح. لان في وقت من الاوقات انت عشان تخدمه، عشان تخدم الشخص نفسه، انت محتاج تسيبه يروح مكان تاني يتشالنج نفسه ويبدأ صح. يشوف ان مشكلتك مش المكان، انت صح. مشكلتك في حتة تانية انت مش شايفها. يا حلو انه صار عم بيصير وعي على هيدا الموضوع. الارزاق بايد ربنا. مظبوط. الارزاق بايد ربنا، لا انا ولا انت ولا اي حدا. ربنا إذا سمح إنه يقطع رزقة هيدا الشخص بهيدا المكان لأنه شايف مليون باب غير، وإذا تسكر هيدا الباب في 10 بواب غير. مزبوط. الناس لازم فعلا تتذكر هيدا الموضوع إنه الأرزاق بإيد ربنا ولازم نسعى. صح؟ طبعا. التعامل مع البيرز صعب زي التعامل مع المرؤوسين أو مع المديرين حتى. هلأ الأغلب رح يقول لك لا، الأغلب رح يقول لك إنه التعامل مع المديرين أصعب لأنه هو مدير، لأنه في عنده هيدي الهيراركي in his or her head.
فالتعامل مع البيرز أسهل. اوكي. أيمتى بيصير التعامل مع البيرز أصعب؟ examples عم شوفها وعندك كلاينت مثلا هلا، لما هيدا البير واحد من هالبيرز بيترقى وبيصير مدير. مزبوط. هون بيصير في حرب، الشحن بيحصل. مزبوط. الشحن كتير انه اشمعنى هي مش انا. and هون لما اجان بنقعد بخانة الفيكتيم، ما اخذنا ownership. let's look at what it takes لحتى انا to get promoted. اكيد الاداره شافت شيء اذا قلنا انه الامور ethical وكل شيء عم يترقى الواحد على كفاءته. الخط المزبوط. ففي apparently skills that she has you lack. how about قبل ما تحط كل الانرجي تبعتك انك تكره هالانسان اللي ترقت، انك تاخد ownership وتروح تشوف شو هن السكيلز اللي لازم تتعلمهم لحتى لما يكون صار next promotion يتذكروك. مزبوط. you know. فهي شغلة بشوفها كتير، وعن جد بصير التعامل مع البيرز كتير أصعب لأنه بيتوقعوا إنه هن عندهم أصحاب. مزبوط. ما بيبقاش في خط الفاصل ما بين فعلا صاحبك حينبسط لك، مش حيصير يحاربك. فخلينا تو ري ارينج كمان شو معنات أصحاب. مزبوط. لأنه هون بتصير الصعوبة إنه ده صاحبي. لا، لو صاحبك حيكون مبسوط لك، مش عم بيحاربك. اتفق معاكي 100%. من المودلز اللي انت بتحبي تتكلمي عنها هي ديسك موديل. لو حابة ان احنا نستفيد فيه ونعرف الناس شوية عنه. هلا الديسك موديل هو دايما بقول ديسكليمر قبل ما نستعمل هيك موديلز، لانه ما بدنا نحط الناس بخانات. هو موديل إذا بدك different communication styles preference. حلو. كيف كل حد ليه طريقة تواصل معينة. exactly، طريقة تواصل معينة. فالديسك هو عبارة عن 4 خانات. حلو. اوكي. والدي stands for driven أو driver أو dominant. حلو. اوكي. يلي هو هذا الشخص القائد، الدرايفر يلي بخلص الأمور سريع، ما بكتير بهموا الناس. فمقسمين هاي الخانات على 2 different على 2 يعني axis إذا بدك. حلو. هل هالشخص بيفضل طريقة التواصل، بيفضل يكون بهموا الناس أو بهموا التاسكس المهام. والشخص الفئة الثانية هل هي هاي الناس متحفظة reserved ولا spontaneous وتلقائيين أكتر. فمنشوف أنه هيدا الدوميننت مثلا هو شخص سريع جدا، شخص very outspoken بيحكي and سريع. منشبهه للنسر يلي بينزل بياخد السمكة وبيطلع، ما عنده وقت لحتى يشوف كيفه أحمد وكيفه أكس وكيفه واي. هم التاسك تاسك خلصت ولا لا. هلا الاي يلي هي نفس الدي ناحية السرعة والتلقائية بالتعامل، بس هن بيهمون الناس أكتر من التاسكس. فمنشبهون بالباروتس لأنه هن بابلي ألايف. الباروتس هو الببغاء يلي كتير حلو، الألوان تبعه ألايف، حتى ألوانهم أمرار ممكن بيلبسوا بالأوفيس هيك قصص ألوان فرحة يعني. very outspoken. الآي بنسميهم inspiring، فهن ملهمين. حلو قوي. اوكي. يعني بيهمهم الناس اكثر من التاسكس، وبنفس الوقت تلقائيين. الاس يلي هو الستدي يلي بنسميهم هن الدوفز او طائر الحمام يلي الطائر الابيض بده السلام. اوكي. هن بهمهم الناس بس هن متحفظين كيف؟ ما بدهم ستدينس، ما بدهم اشياء سريعه، مش عايز حركات كتير. مش عايزين المركب تبعهم تراكت تغير لها يعني. المكتب تبعي بهيدا الشكل، بفضل يضل المكتب تبعي بهيدا الشكل مثلا. فهول الناس الستدي
واخر شيء السي اللي هي الكومبلاينت بنشبههم للاولز او البومه اللي عندها فيري سترونج فيجن، يلي بيهتموا للديتيلز وكتير متحفظين وما كتير بهمون الناس. اوكي. يعني بيشتغلوا بالارقام، بيشتغلوا بالنتي جريتي ديتيلز. امتى بصير في كلاشز بالمكتب؟ لما يكونوا diagonally opposite، يلي هو الدي مثلا والاس، شخص السريع اللي بيهمه التاسك، هذاك الثاني هادي مش عايز يتحرك، مش عايز يتحرك وبهمه الاشخاص. اوكي. فتوتالي ديفرنت اوبوزيتس. والعكس تمام بالنسبه للاي والسي، جدا تلقائي ملهم، هيداك بده يوقف على كل تفصيله بالتاسك مثلا. سو هون بصير في كلاشز. ليش نحن من بنعمل هيدا التست؟ واحد من التست اللي بنعمله ببرايت فيلدز لا حتى الناس تعرف تتعامل مع بعضها بطريقه احسن. لما اعرف انا انه الموظف اللي عندي مثلا اذا اس، ما في اجي اقول له انا بدي تاسك بكره، بدي احط له يعني اعطيه بدي اعطيه وقت انه لحتى يفكر بالموضوع ويشوف كيف نقدر نوصل لهيدا الحل مثلا. وما في لحدا سي قل له you need to do 1 2 3 and that's it. بدنا نعرف 1A و 1B و 1C كيف هو، ولا بآخر النهار بيجي بيقول لك أنا ما حققت أو ما عملت التاسك. طب ليه؟ ما عرفت شو بدي أعمل. you know so it's important بهاي الطريقة إنه نكون عارفين كيف نتعامل مع الأشخاص ب different communication styles. الديسكليمر اللي قلت لك إنه أنا ضد إنه نحط الأشخاص بهاي الخانات بس، لأنه فينا نكون a mix of everything. you know في يكون دي وآي بنفس الوقت. اوكي. دي بتتعلم، دي الشخص ممكن يتعلمها او هو فينا نكون بطبيعته هو واخد من كل حتة حاجة. وتصديقا لكلامك هي أكتر كمان نتعلم شو البيئة العمل محتاجة. يعني بهيدا الاسسمنت بيطلع عنا 2 charts مثلا، كيف انت your natural style، كيف خلقت where you are and شو ال perceived need to adjust to the workplace. شو معناتها؟ معناتها أنا كيف ال workplace شايفني لازم غير. اوكي. حيطلع لي التشارت ممكن أمرار لازم خفف مثلا من الدي وكون أكتر اس، محتاج إنه أنا ما أكون كتير سريع وستريكت، وهاي ممكن أنا لازم أحمل الناس معي مثلا. هو مين مفروض Does that make sense? It makes sense. Yeah, totally makes sense. مين مفروض يفهم التاني أكتر في التعامل؟ الاثنين. المرؤوس للمدير ولا المدير للمرؤوس؟ الاثنين. صدقني إذا نحن بدنا نفوت بكونفليكت ريزولوشن، إذا نحن واقفين على، أعطيها الإكزامبل، من أول المسبح ببول وواحد بآخر المسبح، إذا أنا ناطرة الشخص ليروح على نص المسبح يمكن وناطرته هو يروح، أنت لازم تسبح قبله. أوكي. ممكن كل حياتي أنا ضل ناطرة. فإتس ريلي إمبورتنت اسبح على آخر المسبح وشوف what is that need لهيدا الشخص. أيمتى بيصير في challenges حتى بالبيت مع أولادي لما there is an unmet need. ففي دايما بنقول بالNLP بالبرمجة اللغوية العصبية بنقول there are no difficult people. في عالم that they have unmet needs. فهون كتير مهم إذا أنا مدير وعقلي كبير وهاي افهم شو النيدز اللي unmet. لأنه كمان بالبرمجة اللغوية العصبية بنقول every behavior، كل تصرف كل سلوك has a positive intention للشخص اللي عم يساويه. هيدا المعتقد كتير طولت لحتى أنا اتقبله. كيف عم بتقلي أنت القتل مثلا في positive intention؟ بس بالحقيقة في، مش هيك الناس بتقتل. عن جد يعني كتير 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 طولت لا بس إذا جاء حدا قال لي رح أقتلك ولادك رح روح أقتله، عندي positive intention. أوكي كده بدأت تتفهم. أوكي you know؟ أوكي. فكتير أنا مثلك إنه شو إنه كيف ما فهمتهاش الأول الحقيقة إنه كيف المغتصب عنده positive intention. يمكن بده يفرجي الأوثوريتي تبعته. حتى هلأ مثلا عم بقرأ كتاب عن النيغوشيشنز والهوستج negotiations، اسمه hostage at the table. It's a beautiful book by the way. بيقول لك حتى الجاي يقتلك
يلي اخدك هوستج اذا حكيت معه عملت ايموشنال بوند معه الامور بتتحسن. اذا شفته للانسان انه خلينا نحكي بس ل5 دقائق، لا بدي اقتلك، طب بس 4 دقائق، بس خليني اشوف شو النيد اللي انت بدك اياه and I'll meet it. لا بدي اقتلك، طب بس 3 دقائق، اخر شيء بقول لك طب معك نص ثانيه، لانه سمعك انك انت انترستد تسمع له شو النيد. فتخيل على مستوى الهوستج يلي ما في منا بالشركات، بس انه على ابعد مستويات عنده نيد. وصلت قوي. وصلت قوي كويس قوي. الحمد لله. يبقى احنا عشان نلخص ده احنا بنقول ان مفيش حد صعب، هي مش فلان صعب، هي الفكرة ان فلان عنده حاجات محتاج يشوفها او يحتاج انك انت تشوفها فيه. وانت مش ملبي له ده. exactly. صح. طيب بما ان احنا جبنا سيرة الكتب، انتي بتألفي كتاب اليومين دول صح؟ طب ممكن تحكي لنا عن الكتاب كده؟ شوف رح اقول لك بكتير اختصار، لانه بعد يعني I just signed امبارح الكونتراكت مع الببلشر. شكرا. و I'm so excited انه وقعت، لانه كتير مآمنة فيه لهيدا الببلشر وهيك يعني اشتغل، يعني جربت احكي مع كذا ببلشر بس حسيت دايما لازم يكون في chemistry. ف I'm really excited about this one. في chemistry. الهدف من هالكتاب تعرف التايتل ممكن يتغير، الاسلوب كيف بدنا نحوره ممكن نغيره، بس my intention انه هيدا الكتاب يجاوب على سؤالين صعبين، يلي هو اول سؤال why so many successful people، ليش الاشخاص اللي ناجحين in a way or another are lonely. هن ناس lonely، دايما عايشين في وحدة، ودايما بنقول it's lonely at the top. وعن جد I see it with the executives I coach. it is lonely. تاخد decisions لوحدك، تكون لوحدك. أنا as a business founder إذا بدي أخد decisions لوحدي it is lonely. you know. السؤال الثاني يلي شوي كمان عم لقيه صعوبة، فهيدا كتير بدي غير بطريقة طرحه. فما بعرف بعد سنة إذا حضرت هيدا البودكاست كيف حيكون صار الكتاب، بس I'm okay sharing. I want to answer ليش so many lonely people are addicts. addicts مش بس ممكن كحول أو drugs أو substance. addicts overworking، بصيروا workaholic. أو addicts over exercise. مثلا إذا حدا عنده مشكلة بالبيت تلاقيه آخر شيء بيروح البيت، بيروح بيعمل بادل وبيعمل الجيم يعني which is healthy addictions، بس بالنهاية still addictions. صح. بيكون self sabotage مثلا، بيعمل جلد الذات. exactly. science shows this and I want to talk about the research behind لأنه الaddicts are not bad people. كمان these people are so lonely they are seeking for a connection somewhere. and I want to talk about that. And I definitely include the SOS model as a support system يعني as a support framework بهيدا يعني هو mainly business. It's on leadership. Yeah. ده يعني أنا منتظر الكتاب ده بفارغ الصبر، ومتوقع إنه هو يكسر الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله يكسر الدنيا. I'm excited. بس عم أقول لك بعدني بكتير مراحل، يعني بعد حتى I didn't share المانuscript مع ال publisher، بس this is my intention. أنا متخيل شو رأيك أنت؟ قل لي عن جد هلأ. شو رأيك بتاني سؤال؟ لأنه أول سؤال الناس عم تتقبله، بس لما عم بحكي مع فكرة الادكشن، فكرة اللونلينس مع الادكشن، صعب الناس تأدمت إنه they are lonely and they are addicts. أنا بشوف الناس أوقات بتعزل نفسها بنفسها. وخصوصا الناس الناجحة أو اللي بتدور على success. من ضمن الادكشن اللي انتي او فكرة الادمان الشغل، ادمان ان هو يبقى workaholic، دي انا قلتها كتير. الشخص بيخرج مع اسرته. انا حقيقي انا كنت كده فترة من الفترات بخرج مع اسرتي، قدامنا بحر، قدامنا بول، احنا في فندق، احنا في مكان انت مش محتاج فيه غير ان انت تسيب اللابتوب وتركز مع اسرتك.
والاقي ان لا، انت في حاجه جواك مخلياك عايز تمسك اللابتوب صح. وتقعد تشتغل. انت عملت ايه؟ انت عزلت نفسك عن اسرتك You وعزلت didn't نفسك، connect. عزلت نفسك عن اسرتك وبقيت خلاص مش لا في الشغل قوي ولا في البيت قوي. صح. Thank you for sharing this. I really appreciate أحمد. and هاي الحقيقة يعني مش ما في يقول كل الناس، كتير من الناس يلي ما بيعرف ولاده، ما بيعرف مرته، ما بتعرف زوجها، يعني لأنه ما في connection، فحطوا كل الطاقة اللي عندهم بالشغل أو عم لك اكسرسايز. في ناس كتير بعرف إنه عن جد ما بيرجعوا على البيت إلا لما يكون كل البيت نايم. دي يا رب يعافي الناس كلها منها، ويا رب فعلا آمين الناس يا رب. تفهم. and to connect، لأنه أهمية الكونكشن. احنا من الكور فاليوز لإضافة هي فكرة ان البالانس ما بين الشغل، ما بين الحياة، ما بين الامور كلها. وحتى الجست اللي احنا بنحاول ان احنا نستضيفها بتكون بتبروموت ده او بتتكلم في ده على قد ما يقدروا، لان انت في النهاية لو انت بتشتغل عشان تعمل فلوس، ففي النهاية هي عشان الأسرة. فانت محتاج ان اساسي تقعد معاهم، لان هو ممكن بالقليل او بالكتير يعيش ده بجد 100%، انما عدم وجودك ده مصيبة انت مش واخد بالك منها. صح. الفكرة ان انت يعني قلتي حتة ان هو ممكن يكون addicted لرياضة معينة، فانا عمري ما كنت اتخيل ده، بس انت خلتيني بدأت افكر لا انا في ناس فعلا اعرفها كده، هم مشغولين جدا بالرياضة، مشغولين جدا بحاجة تانية غير ان هم يعملوا البالانس. حلو ان انت بني ادم واخد بالك من جسمك، بس في بالانس امشي عليه على كل. طبعا يا فربنا يسهل ويطلع الكتاب حلو وريليفنت. هيكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. انا خلصت اسئلتي، انبسطت جدا معاكي. انا كمان. لكن لو انت في حاجه حاسه ان انت مفروض ان انت تقوليها ما سالتيش فيها او حابه تضيفيها، اتمنى ان انت تقوليها. لا صدقني انا بدي اتشكرك كتير، لانه ما شاء الله يعني الأسئلة ورا بعض وكأنه معك ورقة وقلم، انت ما عندكش حاجة. فثانك يو فور هيدا الاستضافة. بتخيل يعني حكينا اشياء ممكن هيك تخض الناس شوي، واي ثينك مهم نخضهم شوي عشان هيك نفيق على وضعنا، لأنه عم نبعد كتير عن نفسنا. فشكرا لك وكلك ذوق. ثانك يو. شكرا.